ازاي واخد الجنسيه من مصر؟ كانت والدتي زمان عاشت في مصر شويه مع والدي، ما حصلش بينهم نصيب فهي سافرت، كنتش اعرف عنها حاجه. بعد فتره تواصلت معاها على الفيسبوك، نزلت مصر وعملت الورق واستلمت الجنسيه في مصر وبعد كده سافرت. يعني والدتك ايطاليه جت هنا ايطاليا عاشت وانت كنت قاعد في مصر. قاعد مع والدي وقاعد مع اهلي في مصر. يعني اصلا قبل كده انت اصلا ما كنتش عارف عنها حاجه خالص؟ لا، قعدت 16 سنه ما اعرفش عنها حاجه خالص. جيت على طول خدت الجنسيه كده من وانت في مصر؟ طلعنا على المافيفا عشان خاطر التاشيره وعملنا الباسبور المصري، خدنا عشان نستلم التاشيره. قال لك ما ينفعش ما لكوش تاشيرات، انت هتطلع على القنصليه على طول ومن غير اي ميعاد ومن غير اي حاجه. المفروض قال لك ميعاد، والدتي طلعت عشان خاطر هي ايطاليه وكده، طلعت واتكلمت معاهم فوق. بعد كده خدنا ميعاد بعدها ب3 ايام على طول، رحنا قدمت الورق بتاعها وقدمت الورق بتاعي واستلمت الجنسيه وانا واقف بعدها بساعتين على طول. انت مش عايش مع والدتك اصلا دلوقتي؟ هي مش ساعدتك وعملت لك الورق؟ بس هي ما عندهاش شقه وما عندهاش اي حاجه، قاعده مع والدتها وابوها. مفيش اختلاط ما بينك وما لا، بنتكلم كل فين وفين كده. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ما بنتقابلش، بنتقابل كل فين وفين كده مره ونقعد مع بعض شويه كده خلاص. طب قول لي، لو جات لك الفرصه انك تتجوز واحده مصريه وواحده ايطاليه، تتجوز مصريه ولا ايطاليه؟ طبعا هتجوز مصريه لان انا عشت في مصر كتير، بحب عاداتهم وتقاليدهم. اقرب مثل ليا والدتي سابتني ومشت وانا عندي 3 سنين، ودي حاجه ما عجبتنيش. وطبعا اي بنت ايطاليه هتعمل كده لان هي دي عيشتهم وهي دي حياتهم. مجرد ما الواحد يكبر في نظرهم بيسيبوه يشيل مسؤوليته ويشيل حياته. فانا ما انصحش اي حد ان هو يتجوز ايطاليه غير حد ما هو عاوز يعمل ورق وكده، طبعا بيبقى مجبور ان هو يعمل الكلام ده. انما كان واحد زيي لا.